في واحد النهار في مدينة الألعاب كانت عامرة بالناس، ضحك وصوت الموسيقى كيعمر كل بلاصة. الدراري صغار كيجريو من لعبة للعبة، والآباء كيشربوا قهوة، وكل شي كان مزيان. ولكن بين هاد الضحك كامل كانت شي حاجة خايبة كتسكن في الظلال. سميتو رائد، معروف بين الناس بوجهه العادي وابتسامته الهادئة، ولكن في الليل كان كيولي سفاح خطير. كان كيمشي بين الألعاب وكيشوف الضحك والفرحة، كيقلب على الفرصة باش يدير شي جريمة ماشي عادية، جريمة كتخلي كل واحد في الحومة يهدر بها شهور. في واحد ليلة من الليالي المدينة كانت في حفلة والأضواء كتلمع بحال النجوم. رائد قرر يقتحم بيت الرعب، لعبة قديمة مهجورة اللي معروفة بالخوف ديالها، والدراري الصغار كانوا فرحانين وكيضحكوا. ولكن رائد ما كانش هنا للضحك، كان كيبغي يخلق خوف حقيقي. وما بين الزحام وقعت حادثة مأساوية. صراخ الأطفال خلى المدينة كلها تصفر، والبوليس وصلوا متأخرين. ولكن رائد بالخيفة ديالو والذكاء هرب وسط الدخان والأضواء الملونة. المدينة رجعت ساكتة، ولكن القلب ديال كل واحد فيها بقى خايف. اللي عاشوا هاد الليلة ما قدروش ينساو صوت صراخ الأطفال، ولا الوجه الغامض اللي كان كيتبعهم من بين الألعاب. كل ما الناس دخلوا لمدينة الألعاب من بعد كانوا كيشوفوا ظل رائد بين الأراجيح والمرايات، وكأنه كيسخر منهم. وهكذا مدينة الألعاب اللي كانت رمز للفرحة والضحك ولات كتحمل ذكريات الرعب، وكل واحد فيها كيخاف يضحك بزاف، خوفا من أن يطلع ليه ظل السفاح فجأة من بين الألعاب وتكون هذيك هي النهاية ديالو.